بتكون باودر زي كده. دي اوراق الصدر. هلو بنات، اخباركم ايه؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جايبه لكم النهارده على، طبعا انا ما بقدرش ان انا انزل لكم حاجه الا غير لما اكون مجرباها. عندي تساقط للشعر فظيع فظيع فظيع، فحبيت ان انا اجرب على خلطه معينه او حاجه معينه ان هي تظبط الشعر. لان الفتره اللي فاتت كنت بعمل حاجه لتطويل الشعر، وهي كويس قوي 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 ان هي طولت من شعري. للاسف عندي مشكله دلوقتي ان انا شعري بيتساقط. اول حاجه بعملها ان انا جبت حاجه اسمها اوراق الصدر، او اوراق الصدر. بتكون عباره عن باودر. الباودر ده بتعجنوها مع زبادي، تمام. وفي هوريها لكم، هي بتبقى زي كده، بتكون باودر زي كده. دي اوراق الصدر، وبعجنهم مع زبادي، اي نوع زبادي عندك مفيش مشكله. وكمان جربت حطيت معاهم اللي هو الزيت الجوز الهند ده، وكمان حطيت معاه كام قطره من الاويل، الكاستر اويل، اللي هو زيت الخروع او زيت الكاستر. فده من الحاجات المفيده جدا، وهي بتنمي الشعر بطريقه مش طبيعيه. وكمان مؤخرا ابتديت ان انا استخدمه على وشي. ناس كتير بتقول زيت الخروع صعب في الوش وفي الكلام ده. خلي موضوع زيت الخروع ده في فيديو لوحده، لو انتوا حابين برضو سيبولي في الكومنت. فادني كتير قوي في حاجات كتيرة قوي، فانتوا سيبولي في الكومنت اللي عايزين ان انتوا تستفسروا عنه، وانا بعمل لكم فيديوهات مرة تانية. مش اي زيت خروع، المهم ان هو يكون اورجانيك. حطيتهم على بعض مع زبادي وخليتهم لمدة ساعتين على شعري از ماسك. وهي الافضل ان انت تحطيها في الجذور بس، ومش لازم الاطراف. ان انت ممكن تحطيه على شعرك كامل، او ممكن ان انت تحطيه بس على الجذور بتاعه الشعر. فانا حطيته على الجذور بتاعه شعري، وبعدين خليته لمدة ساعتين. وبعدين غسلت شعري كويس جدا، لانه بيبقى بعد ما بيبقى نشف شوية في بيبقى متعلق شوية في الشعر، فلازم تغسليه مرة واتنين وتلاتة. بعد ما بتغسليه بتحطي الماسك بتاعك العادي، طبعا بالشامبو بتغسليه. وبعدين بتحطي الماسك بتاعك العادي والبلسم والاشياء الطبيعيه اللي انت بتعمليها كل مره. انا من اول مره يعني انا قلت انا هجيبه واجربه مثلا لمده شهر. انا بغسل شعري مرتين في الاسبوع مثلا، فقلت ان انا هستخدمه لمده شهر واشوف النتيجه بتاعته ايه واقول لكم عليها. بس اتصدمت ان انا لقيت النتيجة بتاعته ظهرت معايا من اول مرة استخدام. فانا شعري كان بيتساقط، كل ما بسرحه بيسقط، كل ما بمشي حوالين البيت بلم شعري، بس هو ده اللي انا بعمله. فالموضوع جدا 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 كان مؤثر عليا. بس بعدين لما انا استخدمت الماسك من اول مرة، النهاردة اتصدمت، لقيت ان شعري يدوب كام شعراية بس هما اللي بيقعوا. فده طبيعي جدا ان ممكن الشعر يقع بشكل طبيعي، كام شعراية يتعدوا. لكن اللي مش طبيعي ان هو يقع كتير جدا كل يوم، ده اللي مش طبيعي. فانا اتصدمت النهاردة ان شعري بقى بيقع، اللي هي التساقط الطبيعي. فده صدمني صدمة مش طبيعية، لاني الطبيعي ان انا كل ما بسرح شعري كل ما شعري بيقع. فبصراحة النتيجة بتاعته واضح ان هي هتشتغل معايا كويس جدا، وواضح ان انا هستمر عليه لفترة. فبصراحة عجبني جدا، فحبيت عشان كده دايركت مجرد ما خلصت ولقيت النتيجة مختلفة، حبيت ان انا اقول لكم على تجربتي للموضوع. بصراحة حلوة قوي. بس هي فيها عيب واحد، ان هي شوية بتنشف الشعر مع انك حاطة زيت، مع انك حاطة زبادي. بس انا حسيت ان شعري ناشف شوية. بس اتس اوكي، حتى لو كان ناشف ما عنديش مشكلة. بس المهم ان هو يبطل تساقط. انا بعد كده هقدر ان انا هغذيه بحاجات تانية كتير. في حاجات التغذية available كتير موجودة، بس هي اهم حاجة التساقط عشان ما تخسريش الكمية بتاعت شعرك. فده اللي حبيت ان انا اقول لكم عليه النهارده، وميرسي كتير لمشاهدتكم الفيديو. وحابه ان اي حد يحب يسأل اي شيء في اي شيء، اكتبوا لي في الكومنت وانا برد عليكم او بعمل لكم فيديوهات تانية مختلفة. شكرا. باي.